الحمد لله بنكسب ماتش الحرس في بلس 90 بهدف أشرف بن شرقي بعد نزل في الشوط التاني بدل من حسين الشحات. الحمد لله يعني عدى الماتش على خير بعد أداء مقرف الصراحة وأداء هزيل وضعيف من اللعيبة. والحقيقة متعرفش المهاجمين اللي حصل لهم واللعيبة الفريق اللي حصل لهم، سواء إمام عاشور أو وسام أو جلد الشور أو حتى حسين الشحات اللي من أول الموسم حقيقة أداؤه مش قد كده برضه. وسام من بعد الإصابة ما رجع ومش لسه في الفورمة بتاعة الهداف بتاع الموسم اللي فات. وخط الوسط برضه أحمد رضا طلع في الشوط التاني، مع إنه كان بالنسبة لي على الأقل حتى من رأيي الشخصي كان أفضل حتى من مروان عطية في الشوط الأولاني، على اللي بيروح على الجول وبيشوط. إن هو مروان عطية ما بشوفوش إن هو بيعمل باصات لقدام أكتر، بحسه بيخاف كده إن هو يعمل باص خطأ غلط كده ولا كده في التلت الأمامي يعني، وإن ده يخليه المدرب ياخد قرار إن هو يطلعه. أحمد رضا جريء شوية على المرمى، بس تحسه ما كانش فايق الماتش ده برضه. الحمد لله أشرف بن شرقي تاني ماتش على التوالي بيسجل الهدف بعد هدف الزمالك في الماتش اللي فات واللي هو خلص 1-1. نتمنى ان اللعيبه تفوق شويه وان كولر يراجع افكاره شويه، كابتن سامي قمصان برضه يساعده في ان هو يراجع افكاره شويه، سواء يثبت التشكيل او يلعب لعيبه في مركزها ويرجع اللعيبه للقيمه تاني زي عمر الساعي. معرفش ليه مستبعده الحقيقه الماتش يعني، وليه ما بيلعبوش اصلا يعني. هو جاب احمد رضا لعبه على طول ودخل في الماتشات. عمر الساعي ده ما بيلعبش ليه اصلا، وجبنا ليه حتى ما طلعش عرف في يناير ليه طالما هو مش عايزه. فالحقيقة مش عارفين برضو الأداء واللعيبة وكولر هل فيهم يعني أوضة اللبس مش مستقرة، هل هو فقد السيطرة على أوضة اللبس، هل حاجات كتير قوي عايزين نعرف إجابتها. مين اللي يجاوبنا بقى على الحاجات ديت؟ أتمنى يعني إن الأداء يتظبط الفترة الجاية وإن الفريق يكون شكله أحسن كده في الماتشات الجاية إن شاء الله. عندنا ماتش مهم مع طلائع الجيش يوم الأربعاء في رمضان الساعة 9، وما نحاولش إن احنا نوقع نقط عشان بيراميدز ما بيوقعش نقط بسهولة، وبقاله 3 ماتشات أو ماتشين تقريبا بيكسب في الدقيقة بلس 90 يعني. واحنا الحمد لله كسبنا النهارده في بلس 90 برضه. الفرقة ده حاجة حلوة، بقالنا زمان برضه مفتقدين نروح البلس 90، والحمد لله جبنا جون وكسبنا في ماتش مع عرب ضد الحرس. الحقيقة عامل موسم جامد جدا الحرس الصراحة، وهو الحصان الأسود في الدوري الصراحة مع بتروجيت يعني. هو عامل فرقة محترمة، كابتن محمد يوسف عامل فرقة محترمة، بصراحة عامل فرقة كويسة جدا بلعيبة شباب، بلعيبة منهم شباب منهم خبرات مش كتير أوي، عندهم خبرات مش كتير أوي، لعيبة كبيرة في السن، معظمهم لعيبة صغيرة في السن. فنتمنى إن شاء الله التوفيق ليهم يعني، بس بعيد عن الحمد لله ماتشنا خلص معاهم، ونتمنى لهم التوفيق في الماتشات الجاية بقى، ونتمنى لنا التوفيق أكتر في الماتشات الجاية إن شاء الله، ونحسم الماتشات بدري زيادة شوية في الشوط الأولاني، نجيب أجوان أكتر عشان بيراميدز برضه بيسجل أجوان، فممكن الدوري ما يخلصش فرق نقط، يخلص فرق أهداف، ودي تبقى مشكلة لينا لو خسرنا الدوري على فرق أهداف. وخصوصا إن المدرب والإدارة واللعيبة من بعد ماتش الزمالك في كلام كتير أوي طلع عن المدرب عايز هنمشي المدرب ونجيب مدرب وكده، والوكالة كمان بتاعته قالت له الكلام اللي بيتقال عليك وكده، فهو عارف أصلا الكلام اللي بيتقال عليه. فيعني إن شاء الله اللي جاي أحسن، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي الفوز ب3 نقط مهمين جدا وماتش صعب جدا. ده فيديو سريع كده بعد ماتش الأهلي وحرس الحدود، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقولي لو فيديو عجبك. سلام عليكم.